يا خديجة زيدان في إيه يا زيدان؟ خديجة بقى في إيه؟ زيدان ساعدني. مروان راح ليقتل بدنا طارق. نجي يا راحو. راحوا من هي جهة. ولا يهمك ديالا، خلص انت لا تاكلي هم. لازم نوقفهم على حدهم. يا الله ساعدني. مروان الواطي، طارق، رستم امسك هدول من ايدي. طارق، ألو، انتظروني بالخرابة، رح نرجع سوا على المعسكر. مفهوم؟ ماشي. ياسمين؟ لما بتشوفي حالك جاهزة رح أتجوزك. شو عم يصير؟ كل هالوقت كنتي عم تلعبي فيني ما هيك؟ بعد أن فقد رؤساء العشائر أقرباءهم في الصدام الذي تم أمام المغفر، زادت الأحداث السابقة سوءاً، وقد تجهزوا للتحرك فوراً. والإشاعات عن حرب العشائر من الآن هي مصدر رعب بالنسبة للأهالي. وأثناء الهجوم على المغفر فإن المقبوض عليه القائم مقام السابق طارق كايا دخل في عداد المفقودين. عم تكبر الذنب على حالك أكثر يا طارق. طول ما بتتحرك رح تغرق أكثر وما رح تقدر تعمل أي شيء. مسكوا لي طارق فورا، ما عنده مكان يروح عليه بنوب. تعال حطه هون. على مهلكم. بابا بنتي أنا خايفة. أهلين ياسمين. أهلين حبيبي. كيفك؟ مرتي ياسمين، أيمن، نعرف بعض. كيف يعني؟ أنا مو حكيت لك عن الضيعة؟ ضيعة سارسون، أيمن من هنيك. أهلا وسهلا. انبسطت كتير، معناها ما رح تحسي بالغربة هون. يلا روحي على شغلك لأنه في جرحى كتير. هاي المرة ما رح أتركك ياسمين، لو شو ما كان الثمن. ديالا،
زيدان، طارق، شو صار ديالا؟ في أي تطور؟ بلشت العشائر تتحرك ورح يهجموا على دوائر الدولة بالمنطقة. كل شي طلع عن السيطرة طارق. لازم روح وأحكي معهم بسرعة. طارق طارق لا تروح. طارق ما فيك تطلع، عدنان والتنظيم والشرطة كلهم عم يدوروا عليك. في خطر كبير عليك هلأ. الخطر الحقيقي رح يكون إذا العشاير تحركت يا ديالا. الظلم الحقيقي رح يكون وقتها. السجن هلأ أو الموت، ولا واحدة فيهم أهم من إنه نوقفهم. أنا بحميك يا طارق، أنت ريح بالك. لا يا زيدان، ما في داعي. طارق، بما أنه مالك القائم مقام هلأ، برأيك مو غلط تطلع هيك بدون أي حماية؟ طارق، زيدان عم يحكي مزبوط، ما في روح على حالك. تمام زيدان، بس من بعيد. أنت رح تراقبني من بعيد، لأنهم إذا شافونا سوا مو بيصالحنا أبدا. خلينا نطلع بلا ما نضيع ماشي. وقت. يلا. كابتن زيدان، شو نعمل نحن؟ ليك صديقي، شفت بعيونك يا زيدان، لما منكون سوا شو منقدر نعمل؟ لا تتركنا من دون قائد، وإلا كلنا منتبهدل ومنضيع. حبيبي كيف صار كتفك؟ مو حاسس بشي أبدا، أنا منيح. وأنت رجعي على المشفى، هن بحاجة إلك كتير هنيك. ماشي طارق. ماشي. هلأ أنتوا روحوا على المغارة وخذ اللاسلكي معك. ها أنا بتصل فيكن بعدين. الله يوفقك كابتن زيدان، الله يوفقك ويحميك. وأنت كمان يا حبيب. يلا يلا يا شباب. يلا شباب. يلا. أنا كتير بحبك. الله يحمل معكم وأنا يا كمان. شباب. انت لا تاكل همي حبيبي، انتبه على حالك كتير منيح. طارق، خلصنا هلا مو وقت العشاء. ها تعا بالمحروسة هي والمدلل تبعي رح نلحق المنطقة. يلا تعا. يلا يلا روحي. ديالا، إبراهيم بالبيت؟ انت لا تاكل هم، تركته عند الدادا، ما في عندهم علم بأي شيء. تمام. القائم مقام طارق كايا بعد الأحداث في المخفر لاذ بالفرار وهو مصاب، والشرطة تلاحقه الآن وبمجرد القبض عليه سيدخل إلى السجن. الدولة تتهم السيد طارق مسكوا بالتورط بابا. بقتل ميخائيل وبالأحداث شو التي صاير تجربها. إبراهيم؟ مسكوا أبي نيرمين، رح روح لعنده. الناس السيئين مسكوا لي أبي. لا تروح إبراهيم، رح أقول للدادة هي تاخدنا. دادا مريم، دادا مريم، شو صار نيرمين؟ إبراهيم راح، قال بده ينقذ أبوه من الظالمين. قولي. طارق، خبرني شو صار. زيدان الحقني على المنطقة. الأغوات من زمان طلعوا، لازم نوقفهم قبل ما يبلش شيء. يلا 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 طارق، يلا يا مدلل. هلا انت حامل زيدان وطارق وعلى سنه رمح. يلا طير فينا لشوف. العشاير ضايجة يا سيدنا، إذا بتخبر رفقاتك بيكون أحسن. لازم نبعت دورية لتضغط على الحشود، إذا بتكونوا جاهزين بيكون أحسن. تعال نشوف يا طارق، يا دكتورنا السافل، يا فرار القانون. من اليوم ما رح تقدر تعمل شيء. هلا بلشت المشاكل. إذا بتبلشوا تتحركوا أحسن. دم كتير لازم ينسفك كتير. كل شي تزبط سليمان، بتمنى كل شي يكون حسب الخطة. لا تاكل هم، هي آخر نقطة. وتحرك العشائر معناه إنه المنطقة كلها رح تهب النار. حتى نحن ما كنا منتظرين هذا الشيء. كانت حملة منيحة كتير. هدول أقوى العشائر هون، بيسيطروا على أغلب المنطقة. حنان، لك حنان، يا لطيف، ان شاء الله ما نكون تاخرنا حنان. عليها. خذوا لي الضغط فورا ويلا ماشي. اعملوا لي التحاليل حنان، كلها. ما يلا تسمع. استعجلوا يلا. حنان. انا رح جيب جهاز الضغط واجي.
لكان رجعتي ما هيك؟ مروان، انت شو عم تعمل هون؟ اجيت كرمالك لأني شفتك. هاي المرة ما راح أتركك أبداً. اتركني بحالي مروان، أنا ماني ياسمين تبع زمان. لا تكوني تجوزتي. لسه لا. المكان هون مو مناسب للحكي، خلينا نروح لشي مكان تاني ونحكي. أنا لازم ألحقه بسرعة. سلمان أغا بعت خبر، رح نوقف ضد الدولة. خذ سلاحك ماشي. والحقني فورا. كل دوائر الدولة فهمانين علي؟ المستشفى، المدرسة، إدارة المنطقة، كلهم رح تهجموا عليهم. ايدي هيدا بحتني. ما تاكل هم، نحن رح نهجم على المستشفى، رح نستولي على المستشفى وهنيك بنداويك قد ما بدك. سكول هدول الاثنين. هذا عدنان. هروب طارق. لازم اوصل للمنطقة. انت روح. يلا. خلص انا بالهيون شوي. انا رايح من الطريق المختصر هذا، انتبه لحالك. سكو حركوا. هذا الشيء مستحيل. شو صار دكتورة؟ رح تعيش؟ ما عم صدق حالي، الجنين بكامل صحته. حنان خانم تعبت شوي، هذا كل شيء صار معها.